المفروض الفلوج ده يكون فلوج يخليكم تستمتعوا وتفهموا اكتر عن الموتوسيكل اللي هجربه النهارده، بس الاكثر غرابة هي الطبيعة اللي فاجأتني وهتشوفوها في الفلوج ده. انا هنا عشان اللي احنا بنحسه ده، انا بسوق موتوسيكلات ولا حبايه تراب بتيجي في عينك تخليك تعمل كده. شايفين في جبل هناك مليان خضرة، واحنا هنا وسط الاشجار. يا صباح الخير، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ دلوقتي احنا نازلين علشان نبتدي اول يوم في موتوسول، واحد من اكبر ايفنتات شركه تي في اس العالميه، علشان تختبر المنتجات بتاعتهم، عشان نعيش اجواء رايد في الهند في جوه. احنا دلوقتي في جوه، الساعه دلوقتي 6 صباحا، لسه الدنيا بالليل. نبتدي ننزل نشوف هنعمل ايه النهارده، بس قدامنا رايد طويل قوي حوالي 4 ساعات هنقضي فيهم وقت انا اول مره في حياتي اعيشه، خصوصا في مدينه خياليه زي دي. امبارح تي في اس ادت لنا حاجات نلبسها زي التيشيرتات، زي الشنطه دي جواها بدل ميه او حاجه ميه، ودي الخوذه جوانتي. اللي ما يعرفش، تي في اس دي تاني اكبر مصنع في الهند للموتوسيكلات، واحده من اكتر الشركات في العالم اللي بتصنع عدد موتوسيكلات. يا جماعه الناس دي بتصنع تقريبا 5 مليون موتوسيكل في السنه. في ده موتوسول هو فكره معموله في اكتر من براند علشان يخليك تجرب وتحس المنتجات بتاعتهم بشكل كويس، ان هو في دماغهم بيبقى فيه كواليتي او قيمه عايزين نوصلها لك، عايزينك تحس بيها. No, it went. What? It start before you blow. Okay. Start. احنا كلنا دلوقتي لابسين خوذ، شايفين الناس ورايا كلهم، والفكره كلها عملوا لنا تيست مخدرات. عملوا لنا تيست مخدرات يا عملوا لي عملوا لي تيست مخدرات وبريء والله العظيم. الحمد لله والله بريء. هو بيقول لك هنعمل لك تيست، فانت مش فاهم تيست ايه. طبعا هنا عشان كل الدنيا زنبريطه وخمره ولازم منه. بقى يا جماعه ان تي في اس بتصنع سيفتي جير، فالسيفتي جير ده اللي انا لابسه ده اصلا تي في اس اهو. فهنا دي شركه متكامله تشتري منها السيفتي وتلبسه وتسوق موتوسيكلاتهم وتعمل كل حاجه. هو ده الكهرباء ده يا اسامه صح؟ ده الكهرباء، ده الاي كيوب ده. موتوسيكلات كهرباء هنا كتير، اسكوترات وموتوسيكلات. طبعا الرايد ده مشارك فيه رايدرز مؤثرين من جميع انحاء العالم، ولولا دعمكم ليا واللايك اللي بتعملوه والسبسكرايب اللي انا بتشرف بيه ما كنتش هكون هنا، فشكرا ليكم ومستني دايما دعمكم. طيب يا اهلا وسهلا. بنركب الموتوسيكلات. انا هاخد الار تي ار اللي انتوا شايفينه ده، رهيب رهيب بصراحه. طبعا الشاشه فيه ملونه. الاباتشي ال 310 وده اقوى اباتشي موجود عندهم، 310 سي سي، وده في شراكه مع بي ام دبليو الجي اس ال 310. اطلع نجربه. فواحد من احلى الموتوسيكلات اللي ممكن تسوقها ما بين الموتوسيكلات اللي هنا دي، ده اقواهم يعني. طبعا تي في اس عندها الموتوسيكل الروعه اللي هناك ده، اللي هو ده السكرامبلر، رائع رائع يعني يا جماعه، اسمه رونن. بس ورانا ايه، يلا هنستارت. عاملين لك هنا خط البدايه، يلا بينا. ايوه بقى اسس يا جماعه، ما تنسوش تعملوا لنا اللايك والسبسكرايب الجميل، علشان طبعا يعني احنا ما شاء الله بنحاول نصور لكم حاجات جديده. فبكره ان شاء الله نكون في المانيا بنسوق البي ام دبليو ونصور لكم حاجات جديده. طبعا الرايد ده من اصعب الرايدات. ليه بقى؟ اولا احنا في طرق ضيقه جدا، في بقر، لسه كان في بقره كنا هنخبطها. البقر بيمشي هنا بحريته بشكل كامل، ففي حاجات كتير طبعا صعبه لازم تخلي بالك منها عشان تسوق. واحنا كده كده بنكسبيرينس الموتوسيكلات بتاعت تي في اس، مش محتاجين ان احنا نسابق يعني. بص 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 بص، اي اي اي. المشكله بقى ان انت مش عايز تنسى انك بتسوق اصلا على الشمال. احنا بنسوق على الشمال. اللي احنا فيها دي شايفين طبيعه كده، اشجار ونخيل، واحنا ماشيين وسط النخيل. يا جماعه في ريحه بقى في حته تانيه خالص هنا، ودي اللي بتخليك فعلا سواقه الموتوسيكلات في كل الطرق المختلفه بتديلك كده انتعاش واحساس مش هتحسه بسهوله يعني. انا ملاحظ ان في ناس كتير معاها كلاب وبيئه جميله جدا.
جماعة متفاجئ من جوه. 90% من المكان هنا خضرة، شايفين؟ ده تقريبا ماشي وسط الأدغال الهندية، ماشي وسط الشجر والطبيعة اللي هي شفناها من البحر. شايفين؟ شايفين يا جماعة البقر في أي حتة أهو. أهو ده الراجل اللي قاعد ربنا فكها عليه قاعد مديها. ممكن البقرة دي تلف في أي وقت، فأنت المفروض تقف أهو. وساعات بتلاقيها جاية في نص الشارع ونامت وقعدت وبس كده. اي بقر هنا اهو. طبعا طبيعة الطرق وسط المدينة هنا صغيرة، ولكن كلها وسط الأشجار زي ما انتم شايفين ومحلات صغيرة كده. فاحنا ماشيين في المدينة عادي يا جماعة، مش ماشيين في طريق مختلف يعني او مثلا قرية، لا هي دي المدينة، دي الفكرة. واحنا النهارده سايقين الار تي ار 310 يا جماعة. الموتوسيكل ده طبعا انجكشن تبريد مية، بيطلع حوالي 35 حصان، بيتسارع لحد سرعة 180 كيلومتر في الساعة. بصراحة حامي جدا، وفي اكتر من مود سواقة. طبعا انا مفعله على مود التراك دلوقتي علشان يعني يجري بس الموضوع اوفر، فمحتاج ان انا انزل المود ده خليه مود عادي، لان هو مديله باور زيادة عن اللزوم. طبعا المودز دي بتختلف في ايه بقى؟ بتختلف في اداء الموتوسيكل معاك. يعني في مود ريس ده بيطفي الاي بي اس، في مود للرين بيقلل استجابة الموتوسيكل على المية، في اكتر من رايدنج مود، ودي حاجة حلوة علشان تحس بالموتوسيكل بتاعك في كل وقت او تسوق اشكال مختلفة. وشكرا للتي في اس كمباني على الطريق الحلو اللي احنا سايقين فيه ده، الاكسبيرينس الحلوة دي. بص الطلعات، بص الطلعات، بيس اوف كيك بالنسبة للموتوسيكل. طالعين دلوقتي بزاوية يجي 30 درجة. طبعا الطبيعة هنا ومع الشمس اللي طلعت بتحسسك مع ريحة ياسمين. انا هنا عشان اللي احنا بنحسه ده انا بسوق موتوسيكلات، فحقيقي شكرا عز العرب على تحت الفرصة. طرق في حتة تانية يا جماعة، شايفين؟ والله تحس انك ماشي في دولة اوروبية من كتر الخضرة والاشكال. بص بص النهر، بص النهر ما شاء الله تبارك الله. واو، تقريبا احنا دلوقتي على بحر مفتوح على المحيط. ما شاء الله ما شاء الله، شايفين؟ شكرا شكرا شكرا. طبعا احنا جينا هنا بالموتوسيكلات عشان نشوف المنظر الفظيع ده. طبعا احنا ماشيين هنا بقالنا حوالي يعني ربع ساعة عشان نيجي على المنظر الرهيب ده. الغريبة هنا ان فتح الخوذة، ورغم ان ماشيين وسط زرع يعني يعتبر تراب، مفيش ولا حباية تراب بتيجي في عينك تخليك تعمل كده. التلوث هنا يا جماعة قليل جدا، رغم ان الحياة مش مهتمة بالبيئة، بس هي انت وسط بيئة كويسة يعني. بس مش متخيل ان الكاميرا قد ايه مصوره الوان حلوه. انتوا متخيلين من غير اديت؟ تعالى بص 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 الخضار اللي ورايا. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه الجري، بص بص بيجمع بسرعه، طياره. واو بص الجسر ده، unbelievable على الطبيعة يا جماعة. يا لهوي مش متخيل اللي بيسوقوا موتوسيكلات هنا يا اخي نفسيتهم حلوة. طبعا هنا طرق الماكسيموم سبيد اصلا 30، فانت قاعد ماشي متكيف يعني. شوف بقى المحيط والسواقة على المحيط والجمال. السواقة في الأجواء الاستوائية دي بتخليك مستمتع جدا، والهواء حوالين جسمك وانت ماشي، بس وانت واقف بتحس بحر.
بس في العام تحس انك مستمتع، لان في روايح مختلفة من النباتات جاية عليك. مناظر رهيبة يا جماعة. اصعب حاجة في السواقة هنا المناظر، يعني لا صعبة. ورغم ان في حيوانات كتير جدا، ان بصراحة بعد اهو قطعنا حوالي 40 كيلو متر ولا واحدة منها مؤذية. مفيش كلب بينبح عليك، هو بس البقر اللي ممكن يفاجئك يعني، بس مفيش حاجة ايه مؤذية. يا سلام على الكيرفات، يا سلام يا سلام يا سلام. والشمس كده وهي قاعدة تطل عليك من وسط النخل، حكاية تانية. أدوب 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 أدوب. طيب وقفنا ناخد بريك وسط الطبيعة دي، هنشرب ايه؟ حاجة ساقعة يعني؟ أكيد لأ. كوكونات، طعمه خطير، كأنك بتشرب عصير متحلي، طعمه خطير. طبعا احنا دلوقتي سوقنا حوالي 40 كيلو متر، وما بين جزر وما بين طرق مفتوحة كتير جدا. والغريبة في الموضوع ان كل الناس هنا رغم ان الطرق ضيقة، يعني كل العربيات بتلمع وكل الموتوسيكلات ما بتعملش حوادث قوي. دي نقطة غريبة شوية. رغم بقى ان احنا على البحر هنا، بس في هناك مثلا حاجات زي ملاعب ومدارس. مش فاهم هل دي المدارس بتاعتهم؟ فكرة السواقة بقى في الطرق المتعرجة دي وسط الطبيعة وعلى البحر مختلفة، لأن فعلا صعب انك تخلي بالك من الطرق الجديدة، ولا انك تبص على المناظر النظيفة والجميلة، ولا ان احنا نختبر الموتوسيكل ده. طبعا موتوسيكلات تي في اس وكيل عز العرب في مصر، واللي بيديلك ضمان 30,000 كيلو او سنتين، ودي اللي بتخليها واحدة من الموتوسيكلات المميزة في مصر، اللي هي بتديلك فترة طويلة قوي للضمان. لان هنا بصراحة في الهند بيهتموا بالكواليتي جدا يا جماعة. دايما بتسوق موتوسيكلات تي في اس وانت حاسس انك مطمن وراكب اعلى كواليتي موجودة، فبالتالي هم عرفوا يعملوا كواليتي حلوة جدا بالنسبة للموتوسيكلات الياباني، مش هقول بس هوندا، الياباني. ولذلك هنا في الهند تي في اس من اكثر مبيعا، او هي اكتر حاجة مبيعا ما بين السبورت بايك في الهند يعني. الغريب بس يا جماعة في الموضوع ان هنا طرق متاهة، طرق صغيرة في كبيرة، في يمين في شمال، وضع unbelievable يعني، غير معقول خالص. كمية الطرق اللي هي ما بين الطرق رهيب. انا مش عارف ازاي بيحفظوا الكلام ده. لو جاي لوحدك متهيألي محتاج جايد في المدينة، مش سهل انك تسوق لوحدك. الله الله الله، اوعى تقع. طيب بنفطر على بحيرة هنا، وبعد كده هنكمل الطريق. طبيعي هنا اغلب الفطار بتاعهم صحي جدا يا جماعة، اناناس وبطيخ وحبة سندوتشات بسيطة خالص. والمشروب ده انا مش فاهم هو ايه، بس طلع طعمه سيء جدا جدا. بس الاجواء هنا رهيبة، مختلفة عن اجواء افريقيا اللي فيها جو صحراوي شوية. فهنا الجو استوائي جدا. تعالوا نستكشف. هنا في حمار هنا اهو وحصنة. تحسوا ان انتوا في جو اوروبا شوية. بص البحيرات، بص الجمال وهدوء. شايفين؟ تهيألي يعني نسبة كبيرة من الفيديوهات دي لو كنا مصورينها تحس ان هي في حتة في مش في الهند. دي هنا كاياك اعتقد. بصراحة طبيعة هنا رائعة رائعة. طيب لسه قدامنا حوالي ساعة من السواقة، حوالي 20-30 كيلو. بس شايفين الطرق ضيقة والسرعة على 30، ف30 معناها 30 كيلو في ساعة عشان نقدر نوصل للمكان اللي احنا فيه، الموتو سول او الايفنت. وكل ده واحنا النهارده بنقول اول يوم.
لحد دلوقتي لو لسه متابعنا عايز اقول لك شكرا جدا. تعمل لنا اللايك الحلو كده وسبسكرايب، تابعنا في القناه وتابع الجديد عشان تقدر تعرف الجديد عن الموتوسيكلات والرحلات بتاعتنا، عشان بقالي كتير قوي ما خدتكمش في رحلات حلوه زي كده. شايفين البحيرات الكتير اللي ما بين الجزر اللي احنا موجودين فيها؟ كل جزيرة بتحس ان ليها طقس بناء على النباتات المزروعة فيها او طولها او ريحتها. بتحس انك بتروح من بلد لبلد بين الحاجات اللي شبه الجزر اللي احنا فيها دي. احنا دلوقتي ماشيين وسط يعني طبيعة ممتد كده بعد كام دقيقة اللي متفرجين عليها. ايه رأيكم في الهند؟ وايه انطباعكم عنها قبل الفيديو اللي انتوا بتشوفوه ده؟ لان انا بصراحة متفاجئ يعني، وعايز اقول لكم ان انتوا شايفين مشهد والوان من غير احساس هوا وريحة. فلو اقدر انقل لكم اكتر هقول لكم ان دول نص المتعة، الريحة والملمس والاجواء الرهيبة والطلعات والنزلات.